مجمع أهرامات الجيزة يطلق عليه أيضا اسم مقبرة الجيزة، هو موقع أثري على هضبة الجيزة في القاهرة الكبرى في مصر، يضم المجمع كل من الهرم الأكبر وهرم خفرع وهرم منقرع جنبا إلى جنب مع المجمعات الهرمية المرتبطة بها وتمثال أبو الهول. بنيت هذه الأهرامات جميعها في عهد الأسرة الرابعة للمملكة القديمة في مصر القديمة بين عامي 2600 و 2500 قبل الميلاد، كما يضم الموقع عدة مقابر وبقايا قرية عمالية. يقع المجمع على أطراف الصحراء الغربية على بعد حوالي 9 كيلومترات غرب نهر النيل في مدينة الجيزة، وحوالي 13 كيلومتر جنوب غرب وسط مدينة القاهرة. أدرج الموقع إلى جانب مدينة منف المجاورة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1979. يعد الهرم الأكبر وهرم خفرع من أكبر الأهرامات التي بنيت في مصر القديمة، وقد كان شائعين تاريخيا كرموز لمصر القديمة في المخيلة الغربية. اشتهر في العصور الهلينستية عندما أدرج الهرم الأكبر من قبل الشاعر اليوناني أنتيباتر كواحد من عجائب الدنيا السبع، وهما إلى حد بعيد أقدم عجائب الدنيا القديمة والوحيدة التي لا تزال باقية. والأهرام حسب أحد الفرضيات هي مقابر ملكية، كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه ودفن فيه. والبناء الهرمي هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة، فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض، ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة، ثم تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج على يد المهندس أمحتب وزير فرعون والملك زوسر في الأسرة السادسة. وتلا ذلك محاولتان للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة لبناء شكل هرمي كامل، ولكن ظهر الهرمين غير سليمين الشكل، وهما يقعان في دهشور، أحدهما متفتح القاعدة والآخر اتخذ شكلا أصغر يقارب نصف حجم الأول. استطاع المهندس هيميونو مهندس الملك خوفو أن ينجز الشكل الهرمي المثالي، وقام بتشييد هرم خوفو بالجيزة على مساحة 13 فدان، وتبع ذلك هرم خفرع ومنقرع.